تيتا، أنا زهقان. ما تحكي لي حكاية جديدة؟ حاضر يا حبيبتي. ايه رأيك أحكي لك عن ملك صغير؟ ملك وصغير؟ أيوة، بقى فرعون وهو عنده حوالي 9 سنين بس. تخيل طفل في سنة كده لابس التاج والناس كلها بتناديه فرعون مصر، واسمه توت عنخ آمون. لكنه عاش حياة قصيرة، مات وهو عنده 19 سنة بس. يعني ما عملش حاجات كبيرة زي باقي الملوك. صح يا حبيبتي، ما حاربش ولا بنى معابد ضخمة. لكن الغريب إن اسمه بقى أشهر اسم بين كل الفراعنة. إزاي وهو صغير كده؟ لأن مقبرته اتكشفت سنة 1922 بعد آلاف السنين تقريبا، وكانت سليمة. ولما فتحوها لقوا كنوز ذهبية وعرش وتماثيل وأجمل قناع ذهبي ممكن تشوف. ياه، كان في حاجات كتير عوي. بس بعد اكتشاف المقبرة، بعض الناس اللي كانوا موجودين حصل لهم حوادث غريبة. فالناس قالت دي لعنة الفراعنة، لكن في الحقيقة ممكن تكون مجرد صدفة. إنما الحكاية خلت اسم توت عنخ آمون لغز وسر بيشد العالم كله. يعني عاش عمره قصير ولسه الناس بتحكي عنه لحد دلوقتي. بالظبط يا حبيبي، وده سر جمال قصته.